السلام عليكم. زي ما بعض منا تابع الفترة الأخيرة، جيمس جان اللي ماسك دلوقتي عالم دي سي نزل الصورة الرسمية الأولى لسوبرمان أو لفيلم سوبرمان ليجاسي بالبطل اللي بيعمل شخصية سوبرمان، وهو ديفيد كورنسويت، ده الممثل الجديد يعني اللي بيعمل الشخصية. نزل الصورة الرسمية الأولى، الفيرست لوك للشخصية دي، وزي ما انتم شايفين كده الصورة دي يعني والله مش عارف. يعني تعالوا نخش نشوف، يمكن نلاقي كلام حلو نقول. والله مش عارف. Jor-El was right. You're a pack of fools. Every last one of you. ايس وقع دي لوحديها نذير شؤم اصلا. السلام عليكم ورحمه. من بعد فيلم فلاش والواحد بصراحه ما عندوش اي طاقه وما عندوش اي شغف ان هو يتكلم تاني مره عن عالم دي سي، وحتى في افلام الواحد ما اتفرجش عليها، ما كانش مهتم ان هو يتفرج عليها، زي فيلم اكوامان ذا لاست كينجدوم. الواحد ما اتفرجش عليه ما اهتمتش حتى ان انا اتفرج عليه، لان الواحد عارف ان دي من نوعيه الافلام المنفصله اللي مش هتأدي لاي حاجه لعالم سينمائي، وفي نفس الوقت مش نوعيه الافلام المنفصله اللي تديك حاجه محترمه. يعني ده فيلم ده لوحده كده فيلم حلو فانت هتستمتع بيه وخلاص، ولا حتى الفيلم ده بيريبريزنت لاي حاجه قدام فانت ممكن تستمتع بيه كفيلم لوحده. لا، ده هو كده بص مسخ طالع، وجيمس جان دخل ولعب فيه وحط التغييرات بتاعته. الفيلم ده اتغير تقريبا اكتر من فيلم فلاش عامه يعني. وفي النهايه طلع فيلم وحش جدا براي كل الناس اللي اتفرجت عليه، ان هو فيلم سخيف يعني. من بعدها وبعد الاخبار اللي عماله تنزل عن عالم دي سي وعن الشخصيات وعن الكاست بتاع تقريبا الفيلم الاول لعالم دي سي، هيكون فيلم سوبرمان اللي هيكون من اخراج جيمس جان. واللي انا عملت حلقه قبل كده بتكلم فيها ليه جيمس جان مش هو المناسب، او هل جيمس جان هو المناسب انه يعمل شخصيه سوبرمان. واللي قلت فيها ببساطه ان انا اكيد ما عنديش اي ثقه في جيمس جان ان هو يقدم لي شخصيه سوبرمان نهائي، وده موضوع ما فيهوش شك يعني. وانت لما تشوف الكاست بتاع فيلم سوبرمان ليجاسي، فيعني هو كاست كله تحس ان هو تشيب كوبي عن الكاست بتاع فيلم مان اوف ستيل. يعني انت جايب الممثل بتاع اللي هو ديفيد كورنسويت ده اللي هيعمل شخصيه سوبرمان، هو شبه هنري كيفل جدا. يعني اللي هو انت مشيت هنري كيفل جبت واحد شبهه جدا جدا يعني. يمكن الوحيد اللي فعلا انا مستني منه حاجه محترمه، وفعلا هو ممكن يبان منه حاجه محترمه، هو نيكولاس هولت اللي هيعمل دور ليكس لوثر. غير كده انا ما عنديش اي ثقه في اي واحد منهم ببساطه. كل واحد فيهم انا حاسس ان هو يعني كميه شخصيات كتيره جدا، حاسس ان انت بتقدم لي فيلم سوبرمان ان ذا جالاكسي. اللي هو ايه الشخصيات دي يا عم؟ ايه يا عم كل اللي انت بتعمله ده؟ هل انت متاكد ان ده فيلم لسوبرمان فعلا؟ فمع كل ده ومع حتى الاخبار اللي عماله تطلع اللي كان حتى فيها تم تغيير السكريبت بتاع فيلم سوبرمان ليجاسي، وان باسم يوسف كان هيعمل دور شخصيه، وان الفيلم كان هيبقى ليه ابعاد سياسيه عربيه، وانت بتبقى عارف الدماغ بتاعتهم بتبقى رايحه لفين ومع الاحداث بتاعتنا، فاحنا عارفين ان الناس دي يعني مفيش فيها اي ثقه ب 2 جنيه اصلا ان هم يقدموا لنا اي حاجه زي دي. فانت كل شويه عمال تاخد جرعات ان الفيلم ده يبقى وحش، ان الفيلم ده رايح لاتجاه ان هو يبقى فيلم وحش. اتمنى اكون غلطان، اتمنى ان بعد كده لما الفيلم ده ينزل ولما نشوف فوتج ولما نشوف حاجه جديده من الفيلم ده فعلا نستمتع زي ما شفنا في الفيرست لوك في الصوره اللي نزلت لفيلم سوبرمان ليجاسي بتاعت شخصيه سوبرمان وهو قاعد كده، اللي هو مش فاهم يعني الصوره مش مفهومه اصلا، شكلها وحش جدا. وشفنا البدله بتاعت سوبرمان اللي خلاص اللي احنا هنشوفها. فانت بصراحه يعني ايه ده؟ هل يعني الصوره دي لو كانت مثلا نزلت من 10 سنين في 2024 في 2014 2013 2012 ماشي يعني، ماشي انت شايف كده. ولكن حرفيا بعد ما الواحد شاف مان اوف ستيل، بعد ما الواحد شاف فعلا سوبرمان والفيرست لوك اصلا النظره الاولى لشخصيه سوبرمان اللي كانت عملها زاك سنايدر، وتيجي تقارنها بدي، ده داون جريد مش طبيعي بجد. يعني الواحد كان عمال يقول داون جريد، كل اللي بيحصل داون جريد، كل شويه افلام دي سي عماله، بس كان عنده يعني ولو بصيص من الامل ان في لحظه احنا عندها معنى فعلا ممكن نشوف حاجه نظيفه، ممكن مره واحده نتفاجئ كلنا بالفيلم ونتفاجئ بجيمس جان ان هو قدم لنا حاجه محترمه جدا. ولكن كل ما ده عمال ايه خلاص لا ما مش هتحصل برضه، انسى الموضوع ده ان هو يحصل. فمع ان انت شفت البدله، ومع ان انت شفت الصوره اللي نازله، وان جيمس جان بيحب يقدم الشخصيه بشكل عامل ازاي، ونوعيه الافلام اللي هو بيحبها، حتى مع الفيلم الاخير لجارديانز اوف ذا جالاكسي اللي ما كانش حلو، اللي ما حبيتوش نهائي، كان فيلم فعلا يعني اضعف افلام جارديانز اوف ذا جالاكسي حرفيا. مع كل ده انت بتبقى عارف الفيلم من قبل ما تتفرج عليه الفيلم ده اتجاهه هيبقى عامل ازاي. مع كمان فكره ان انت غيرت السكريبت، فانت برضه هتبقى عارف الفيلم ده هيبقى عامل ازاي. في حاجه انا ما بحبهاش في الافلام عامه، وهو لما بيبقى فيه زحمه في الشخصيات. يعني ده اول فيلم في العالم بتاعك اللي انت المفروض عايز تبنيه، يعني ايه كل الشخصيات دي؟ ايه بقى كل شويه كل يوم تسمع شخصيه جديده محطوطه في فيلم سوبرمان ليجاسي، شخصيه جديده محطوطه في فيلم سوبرمان ليجاسي، شخصيه جديده محطوطه في سوبرمان ليجاسي؟ ليه؟ هل الشخصيات دي كلها هتظهر على الشاشه قد ايه اصلا عشان تستعملها؟ وانت اصلا الشخصيات دي كلها مفيده قد ايه للقصه؟
والفيلم ليه اسمه سوبرمان ليجاسي طالما كل الشخصيات دي موجوده؟ دي اسئله ملهاش اجابات. هو عمال يحشي في شخصيات لان هو مش كفء ان هو يعمل الفيلم ده، وانا ما زلت بقول ان هو مش كفء ان هو يعمل الفيلم ده، وما فيش، ما اظنش ان هيتغير رايي لحد ما الفيلم ينزل والفيلم بيطلع حلو، ساعتها هطلع عبيط، انا ما عنديش اي مشكله. ولكن كل المؤشرات بتقول ان ده فيلم فاشل، فيلم كلنا هنتفرج عليه هيبقى نفس نوعيه افلام فلاش، اللي هو طلع ذات نفسه اصلا جيمس جان وقال ان ده من احلى الافلام اللي انا اتفرجت عليها بقى، فهيبص ده يا باشا البيك بتاع عالم السوبر هيرو، وكلنا شفنا البيك ده كان عامل ازاي يعني. بكل الاخبار بقى اللي انت عمال تسمعها دي، بكل ده انا اعتقد ان فيلم زي ده ممكن يظلم ناس كتيره جدا من الشخصيات الشابه اللي طالعه في الفيلم ده. يعني ممكن ديفل كورنسويت ده ممكن مثلا يكون عنده شغف وحب كبير جدا ان هو يعمل شخصيه سوبرمان، فده بالنسبه له هتكون حاجه جامده وممكن يطلع منها حاجه جدا جامده جدا، ولكن للاسف التنفيذ ممكن يطلع وحش جدا. نيكولاس هولت، واللي انا قلت ان انا متحمس جدا ان اشوف، انا بحب نيكولاس هولت جدا يا جماعه، من الممثلين المفضلين عندي يعني، وفكره ان هو هيمثل شخصيه ليكس لوثر دي حاجه حلوه، انا مستنيها وعايز اشوفها. الفيلن بتاع الفيلم ده احنا لسه ما شفناهوش، لسه مش عارفين الفيلن هيبقى ايه، يعني مش عارف مع كل اللي انت عمال تعمله ده ومش عايز تحرق الفيلن، وبرضه ما اعتقدش يعني ان الفيلن الاساسي هيبقى ليكس لوثر، يعني لان ليكس لوثر لو انت استعملته ان هو يكون الفيلن الاساسي في فيلم سوبرمان دي مش حاجه حلوه، يعني هو شخصيه اساسيه موجوده في عالم سوبرمان، بس فكره ان انت تعامله كهو الفيلن الاساسي بتاعك اعتقد انها هتبقى ضعيفه جدا جدا. فالواحد بعد ما يشوف كل ده ويرجع يتفرج على لقطه يا سيدي من فيلم مان اوف ستيل، او يرجع يشوف الصور اللي كانت بتنزل قبل ما فيلم مان اوف ستيل ده يتعرض، قبل ما اول تريلر حتى ينزل منه، ترجع تشوف الصوره وترجع تشوف الفخامه اللي كان عاملها زاك سنايدر لشخصيه زي سوبرمان، الجمدان اللي كان في كل لحظه. اول تريلر نزل لفيلم مان اوف ستيل ده يا جماعه انا لحد دلوقتي برجع اتفرج عليه لان هو كان عظيم، كان جميل جدا. فكره ان انت حتى البدله بتاعت سوبرمان اللي كان عاملها زاك سنايدر كان فيها تفاصيل كتيره جدا تبين لك ان هم فعلا كان عندهم فكره محترمه ان هم يعملوها، كان عندهم فكره حاجه تقيله انها تتنفس في العالم ده. ودي بصراحه كانت من الحاجات اللي محبباني في العالم ده، ان فعلا في طاقه، في شغف، في قصه اصليه احنا ماشيين عليها، عالم كريبتون وان البدله ذات نفسها عليها حروف كريبتونيه كده، والاس دي معناها عندنا الهوب بتاعنا في عيله كريبتون ومرسومه بشكل معين، والبدله نازله من الفضاء ومش عارف ايه والكلام ده. كانت تفاصيل بسيطه ولكن كانت تفاصيل هي اللي خلت الفيلم بتاع مان اوف ستيل فيلم حلو. وحتى الفيلن بتاع مان اوف ستيل اللي انا من رايي يعني من اعلى الفيلنز اللي جت في تاريخ افلام الكوميك بوك، جنرال زود بالايديولوجيه بتاعته، بالفكره بتاعته، بالهدف بتاعه اللي هو كان عايز يسعى له، كل ده كان مخلي الفيلم رهيب. سي جي اي فيلم مان اوف ستيل يا جماعه مش طبيعي، اقل كلمه تتقال عليه بعد ما تتفرج على الهبل اللي بيتقدم دلوقتي ده سي جي اي تقيل. الهجوم اللي كان جاي لزاك سنايدر عن طريق مثلا ان انت ازاي سوبرمان يقتل جنرال زود في النهايه، ازاي انت بتطلع الحلم الامريكي بتاعنا ان هو شخصيه عامله كده، ازاي لا احنا عايزين الشخصيه البرايتنس اللي بتشع ضوء من قدامها كده، اللي بتشع امل، اللي دايما بتبتسم، اللي هو النموذج بتاع اول مايت، ولكن اللي هو ايه النموذج ال2 دي حرفيا بتاع اللي هو عمال نضحك مفيش حد قادر عليه، مفيش حد قادر يهزمه، يضرب مش عارف فيه قنبله يطلع قدامهم ويبتسم كده ويضحك وبتاع مش عارف. اول ما عايزين المثال ده الكريتكس هم، لكن شخص كان بيقدم الشخصيه بفعلا فكر محترم، لا هم مش عايزين كده. سوبرمان ده يا باشا ده الحلم الامريكي، انت ازاي تقتله لنا في فيلم باتمان في سوبرمان ده؟ احنا هنمرمط لك التقييمات بتاعت الفيلم. مع جيمس جان انتوا هتاخدوا الشخصيات دي، هيقعد لكم العالم معدوم المنطق بتاع دي سي. مع جيمس جان انت هتشوف يا باشا داون جريد، كل مره هتقعد تتحسر على ايام زاك سنايدر وتقول ان انت كان عندك عالم سينمائي محترم بمخرج محترم عارف هو بيعمل ايه كويس قوي، ولكن لانكم عايزين ال2 دي هتاخدوا ال2 دي. هتلاقي طبعا فيلم سوبرمان ليجاسي ده لما ينزل يا باشا اتفرج على الكريتكس واتفرج على التقييمات بتاعته، يا نهار هيقول لك ده الفيلم يا نهار انت هتطلع منه يخرب بيت ذا دارك نايت على الاعمال ذا دارك نايت يا سيدي قدام الفيلم ده. تيجي تتفرج على الفيلم ده فيلم سخيف ضعيف بطيء ما فيهوش اي حاجه حلوه، الشخصيات ضعيفه، ممكن تلاقي سوبرمان بيطير وحاطط لك اغاني من بتاعه جارديونز اوف ذا جالاكسي اللي هو اللي ينفع هنا هينفع هنا، وهذا ما سنحصل عليه في عالم دي سي القادم. اتمنى اطلع غلطان، اتمنى كل ده مجرد يبقى حاجات كده، ولكن فعلا يطلع الفيلم حلو، لان انا لو الفيلم طلع حلو انا هطلع اشكر فيه وهطلع مبسوط جدا وهقول يا اخي انا ما كنتش فاهم حاجه وما كنتش شايف حاجه وكل ده. ولكن يا جماعه الكتاب يبقى من عنوان جيمس جان هو هيقدم لنا النوعيه دي من الافلام، وده بعيد يعني مش بعيد اصلا تلاقي ان بيس ميكر طلع في الفيلم بتاع سوبرمان ليجاسي ده والحاجات دي يعني. فهنقول ايه؟ مفيش اي حاجه تانية هنقولها وبس كده. ده كله كان عندي الفيديو ده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. اتمنى ندعي لاخواتنا في فلسطين، لسه في قصف، لسه في ضرب، لسه في اطفال بتموت، لسه في عائلات بتتدمر، لسه في منازل وناس بتتهجر من بيوتها وبتتضرب بالنار في وسط صمت اعلامي غير مفهوم، ووسط صمت من العالم كله غير مفهوم، رغم ان في ناس بدات تفوق من الجامعات وناس بتعمل مظاهرات وناس بتعمل الكلام ده، ويعني وللاسف احنا كلنا عاجزين ومش قادرين نساعدهم باي حاجه. فابسط حاجه احنا ممكن نساعدهم بيها ان احنا ندعي لهم
ان احنا ما نوقفش الكلام عنهم بابسط حاجه لحد ما الناس دي تاخد عقابها. ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم مفتري. شكرا ليكم، سلام عليكم.